احنا متعودين اننا نربط كلمة ميكروب بالمرض والخطر والعدوى، بس الحقيقة ان جسمك مش ملكك لوحده، ده مليان مليارات من الكائنات الدقيقة، من غيرها حياتك كانت هتبقى مستحيلة. ولما نفهم ده كويس هنقدر نسأل نفسنا ايه هي الميكروبات اصلا وازاي بتقدر تشتغل. الميكروب هو كائن حي صغير جدا، عين الانسان عاجزة ان هي تشوفه، لكن الصغر ده ما يقللش ابدا من اهميته ولا من تأثيره. ومن هنا نقدر نفهم التنوع الكبير جوه العالم ده، لأن الميكروبات مش نوع واحد، ده عالم كامل موجود حوالينا وجوانا. الميكروبات عندها أشكال وأنواع كتير جدا، من أهمها البكتيريا، بعضها بيكون نافع بيساعد في الهضم والمناعة، وبعضها بيكون ضار وبيسبب للأمراض. في كمان الفيروسات، نصها حية محتاجة خلية نظيفة عشان تقدر تتكاثر. وكمان الفطريات الدقيقة زي الخميرة، أحيانا نافعة وأحيانا ضارة. ومنها الأوليات أو البروتوزوا، دي كائنات وحيدة الخلية واللي منها بيسبب الملاريا. وبما ان التنوع كبير كده فطبيعي نسأل نفسنا، هل كلها موجودة بره جسمنا ولا جوانا كمان؟ المفاجأة ان جسمك مليان ميكروبات، موجودة في الأمعاء، على الجلد، في الفم، وحتى في الأنف. وده بيخلينا نوصل لفكرة مهمة جدا، ان الميكروبات مش مجرد كائنات موجودة جوه جسمنا بس بلا هدف، دي شريكة حقيقية في إدارة الجسم، بتساعد على الهضم، بتقوي المناعة، وبتنتج فيتامينز مهمة جدا. وبما اننا عرفنا دورهم جوه اجسامنا، فخلينا نقدر نتوسع شوية ونشوف حتة اغرب بكتير، الميكروبات اللي موجودة بره، هل بتقدر تعيش في ظروف عادية ولا ممكن تعيش في ظروف قاسية؟ العلماء اكتشفوا ميكروبات دقيقة جدا عايشة في ظروف قاسية، زي حرارة مرتفعة جدا، تلج متجمد أو ملوحة زي البحر الميت، وإشعاع ممكن يقتل أي كائن حي. الكائنات دي أو الميكروبات دي اسمها ميكروبات متطرفة. ودي رسالة من الطبيعة إن الحياة مش شرط تكون سهلة عشان تتعاش، الحياة الحقيقية هي اللي تقدر تتكيف معاها حتى لو كان في أصعب الظروف. والمثير كمان إن الكائنات دي أو الميكروبات المتطرفة مش مجرد كائنات غريبة بس، ده ليها استخدامات علمية مهمة جدا. يعني مثلا في الطب إنزيماتها بتساعد على تصنيع أدوية وتحاليل DNA، أما في الصناعة فبتساعد في إنتاج مواد كيميائية، وبالنسبة للبيئة فبتساعد في تنظيف ملوثات صعبة التحلل، وفي الفضاء بتساعد في دراسة إمكانيات الحياة على كواكب تانية. يعني من هنا نقدر نوصل لفكرة أكبر، إن الميكروبات مش بس كائنات صغيرة، دي رسالة إن الحياة أوسع وأقوى وأكبر بكتير من اللي إحنا متخيلين. وهنا في سؤال مهم لازم نسأله لنفسنا، لو الميكروبات دي ذكية كده إزاي بتشتغل؟ بالنسبة للميكروبات النافعة فهي بتكسر الأكل اللي جوه جسمك اللي جسمك ما قدرش يهضمه، بتعمل الفيتامينز، وبتدرب جهاز المناعة إنه يقدر يفرق بين العدو والصديق. والغريب بقى إن هم لما بيتعرضوا لمشكلة أو لخطر بيتصرفوا كأنهم فريق واحد، يتواصلوا مع بعض عن طريق إشارات كيميائية، يعرفوا إمتى يهاجموا إمتى يستخبوا، كل ده من غير ترتيب ولا عقل مركزي. يعني بمجرد ما عرفنا إزاي الميكروبات دي شغالة، وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، إمتى الميكروبات دي تبقى خطر علينا؟ الميكروب يبقى عدو لما جهاز المناعة يضعف، لما ميكروب تاني يدخل الجسم، أو نوع معين من الميكروبات اللي موجودة جوه الجسم عددها يزيد عن الحد، ساعتها ممكن يحصل صراع، مش لأن الميكروب شرير، لأنه بيدور على مصلحته زيه زي أي كائن حي. وده بيوصلنا لفكرة أساسية ومهمة جدا، إن الميكروبات بتشتغل بقانون واحد، هو قانون البقاء، وإحنا بعد كده اللي نصنفها هل هي ممرضة ولا مفيدة. يمكن أغرب حاجة في الميكروبات إن هي بتفكرنا بحقيقة إن إحنا مش كائن مستقل، إحنا منظومة داخل منظومة أكبر. الميكروبات صغيرة بس تأثيرها ضخم جدا، هادية ومؤثرة في نفس الوقت. والحياة مش بس للإنسان، الطبيعة ماشية بتوازن أدق مما نتخيل، وبتخلينا على يقين إن مش إحنا المسيطرين، إحنا يدوب جزء صغير من منظومة أذكى وأقوى بكتير. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.